اهلا بيكم، انا غادة ودي قناتي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بلح الشام احدى وصفات رمضان الاصيلة اللي احنا كلنا بندور عليها في رمضان. بلح الشام المقرمش الهش جدا اللي طعمه قمر وشكله قمرين، وسهل وبسيط ومكوناته سريعة جدا وبسيطة وما فيهاش افتكاسات وما فيهاش حركات كتير ومش هينفش معاكي ومش هيطلع معجن معاكي. تعالي اقولك المقادير واحده واحده كده معايا وامشي على الخطوات وان شاء الله هيطلع معاكي حلو جدا. معايا 2.5 كوباية من الدقيق المنخول. دي كوبايه معياريه. عايزه اقولك ان الكوبايه المعياريه هي نفس مقدار كوبايه الشاي اللي بنشرب بيها الشاي كل يوم. ومعايا 2 كوباية من الميه ونص كوبايه من الزيت، وكمان معايا 3 معالق دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، ومعلقه كبيره واحده من اللي احنا بناكل بيها الرز، معلقه طعام معلقه نشا، وكمان معلقه صغيره شاي فانيليا، و4 بيضات، ورشه ملح، ومعلقه صغيره خل. معلش ما اتصورتش. المقادير دي امشي عليها مظبوط. العجينه بتاعه بلح الشام عجينه تقيله، مش عايزه تغيير في اي حاجه، مش عايزه اي سنتي ولا اي ملي زياده. المهم امشي معايا على المقادير واحده واحده. هاتي بقى حله حطي فيها 2 كوباية الميه ونص كوبايه الزيت، وعايزاها اول ما تبتدي غليان، مش لما تغلي وتقعد وتتبخر ويبقى مقدار السائل معانا اتغير نحط دي. لا، انا عايزه مقدار الميه والزيت اول ما يغلي نبتدي كده نحط المقادير بتاعتنا. هنحط الدقيق المنخول معاه دقيق السميد، وكمان معلقه النشا، رشه الملح، ومعلقه سكر واحده لو حابه. دي بتساعد في اللون لكن انا ما حطيتهاش، لكن لو عايز تحطي معلقه سكر واحده مفيش مشكله. هبتدي هنا اقلب بقى ايد قويه كده ومعلقه خشب جامده، واستخدمي عضلاتك بقى وقلبي واحده واحده لحد ما العجينه تستوي معانا. عايزه اقولك ان ده جزء من سوى بلح الشام، يعني لو ظبطتي ايدك كده في التقليب وفي مده السوى على النار، مده سوى العجينه على النار، بلح الشام هيطلع معاكي مسامي جدا من جوه وهش وكمان مقرمش، حتى لو بات معاكي لتاني يوم. النهارده بلح الشام مش هنحمره على مرتين خالص، هنحمره على مره واحده، وهيطلع معاكي مقرمش ولونه يجنن ومفيهوش اي ريحه بيض من اللي بتضايقوا منها. قلبي كده كويس لمده 3 دقايق لحد ما تلاقي العجينه بدات تسيب الحله وتسيب المعلقه اللي انت بتقلبي بيها، وكمان بدات تعمل قشره خفيفه كده في الحله من تحت. خلاص كده معاكي العجينه استوت. خلي بالكم انا بقلب على العين الصغيره بتاعه البوتاجاز، مش بقلب على عين كبيره، على عين صغيره لكن مش موطيه النار. هقلب لمده 3 دقايق كده لحد ما احس ان العجينه بتاعتي دخلت في السوى واستوت كويس، وهرفعها من على النار. افضلي قلبي فيها وسيبيها ثانيتين وارجعي قلبي لحد ما تحسي ان هي ثابت خالص المعلقه معاكي. اظبطي السوا بتاعك، اظبطي سواكي على النار، هتلاقي في كل المراحل دي بتساعدك انه يطلع مقرمش وهش معاكي ولونه اكتر من ممتاز. ارجوكي امشي على المقادير اللي انا حطاها، بلاش تعملي وصفه من وصفات الحلو اللي انا بعملها وتاخدي المقادير وتحطي التاتش بتاعك. يعني جربي الاول الوصفه بالمقادير اللي انا بقولك عليها، وبعد كده في المره التانية بقى لما تيجي تعمليها حطي التاتش بتاعك براحتك، لكن ما تحطيش التاتش بتاعك وتيجي تقولي لي غاده الوصفه ما ظبطتش، فلما اقولك عملتيها ازاي الاقيكي حاطه التاتش بتاعك. شيل التاتش بتاعك دلوقتي وامشي بالمقادير اللي انا حطاها، وبعد كده اعملي يا ستي التاتشات اللي انت عايزاها. انا دلوقتي رفعت العجينه من على النار وهبتدي ابردها خالص في طبق، وهغطيها بفوطه مطبخ نظيفه، فوطه تكون خاصه بالطبيخ ما بتستعملهاش في حاجه تانية. نغطيها ونسيبها لما تبقى يعني فتره تماما. انا هجهز العجان، تقدري تحطي في العجان، تقدري تضربيها على مضرب البيض، المضرب بتاعي اللي احنا بنعمل بيه البيض والكريمات والجو ده. تقدري بالويسك او اللي هو المضرب السلك بتاعنا اليدوي، بس هياخد منك شويه مجهود ووقت.
انا هبتدي اضرب في العجينه بتاعتي دلوقتي، لان حسيت ان هي لسه فيها شويه دفيان، انا مش عايزه اي حراره فيها، عشان لو فيها اي حراره واستعجلتي هتزفر معانا البيض. فاحنا دلوقتي عايزين ناخد افضل نتيجه. دلوقتي انا هضربها كويس قوي، هتلاحظي انها اتقطعت. انا هحط على البيض معلقه الفانيليا ومعلقه الشاي الخل، اللي انا نسيت اوريها لك في المقادير. انا طبعا هكتب لك كل المقادير حتى بالشربات اللي عملناه في فيديو عيون السلطان اللي فات. هحط لك المقادير الشربات التقيل اللي بيحافظ على بلح الشام ناشف ولتاني يوم، وبيحافظ كمان على الزلابيه لتاني يوم ناشفه ومقرمشه. هحط لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف، تقدري تعملي سكرين شوت وتشوفي التكنيك بتاع الوصفه، وبعدين اعملي سكرين شوت للمقادير وطبقيها، وقولي لي رايك بعد ما تعمليها. عجبتك ولا لا؟ ايه اللي طلع معاكي مش مظبوط؟ وعرفيني في التعليقات. خلي بالك ان انا نزلت بالبيض واحده واحده، ما نزلتش بالاربع بيضات كاملين. كل بيضه تبتدي تختفي من العجين هتلاقي كل بيضه بتحطيها العجين بيقطع وبعدين يرجع يلم، ومجرد ما يلم نبتدي ننزل بالبيضه اللي بعدها، وهكذا. عشان لو حطينا الاربع بيضات مع بعض العجينه عمرها ما هتلم، وهتفضلي تضربي فيها للصبح ولا الهوا. طيب انا بوقف كده الضرب في العجينه في الوقت في النص، وهبتدي انزل كل العجين بتاعي. لاحظي ان العجينه مش يعني مش طريه ومش سايله. يعني طلعي اللي في العجان من تحت كده عشان تضمني ان كل المقادير ضابط مع بعضها. الكميه دي هتطلع لك كميه محترمه جدا. تقدري لو عندك يعني عزومه او حتى ضيوف، مش هتاخد منك وقت خالص. كل الوقت اللي هتاخده منك وقت تبريد العجينه، وممكن تختصري وقت تبريد العجينه ده في انك تقعدي تضربيها في العجان او بالمضرب البيض او بالويسك كده لحد ما تبرد معاكي، او تنزليها على رخامه ساقعه يعني تكون نظيفه وهتبرد معاكي برضو بسرعه. طيب عايزه اقولك على تكايه حلوه قوي. بعد ما تخلصي ضرب في العجين مع البيض والعجين يتلم على بعضه، وتحطيه في الكيس اللي هنقطع بيه العجينه، سيبيه يرتاح 5 دقايق او من 5 ل10 دقايق. سيبي العجينه ترتاح. انا بوريكي ان العجينه هي بتتشكل في الايد ومش بتلزق في ايدي ولا اي حاجه. ده القمع اللي هنعمل بيه او البلبله او ايا كان بتسموها في المكان البلد اللي بتتفرجي عليا منها بتسميها ايه. ده القمع بتاعها. ده افضل شكل قمع بيطلع بلح الشام، وبتبقى الرسمه بتاعته ممتازه جدا بعد التحمير. املي قبل ما تحطي العجينه حطي لمسه زيت كده في كيس البلح الشام من جوه، وعشان يسهل عليكي نزول العجينه، بس يدوب لمسه يعني حاجه نقطتين كده امسحي بيهم. طيب انا هقدر ازاي طول واحده بلح الشام؟ هقطعها على ال4 صوابع بتوعي زي ما انت شايفه كده. ما بنزلش، ما بقعدش اضغط على الكيس من فوق فيغلبني في التنزيل واقول هو صعب وتقيل. لا، بمسك من ربع الكيس كده وابتدي اضغط على العجينه واحدة واحدة، ولا مقص ولا حبل بقى زي ما بشوف كده خيط التقطيع بتاع اللي بنقطع بيه السينابون والخيط المطبخ والجو ده. لا، يعني قسميها كده. كل شوية خدي من الزيت. خلي بالك انا حاطة زيت بارد. بننزل بلح الشام في صينية زيت بارد، انا حطاها حتى قدامك على ترابيزة الرخام عشان تلاحظي ان ده زيت مش محطوط على النار. انا عاملة صينية كبيرة هنزل فيها البلح بتاعي كل مرة واحدة، وبعدين هرفعه على النار. لاحظي كمان ان انا يعني حطيت كميه كبيره، ممكن تحمري على مرتين لو عندك وقت. يعني لو عندك وقت ان انت تحمري وتستني الزيت بتاعك لما يبرد وترجعي تحطي تاني كميه. اهم حاجه ان بلح الشام بينزل على زيت بارد، مش فاتر كمان ولا تعرض لاي حراره، زيت بارد. قطعيه على صوابعك ال4 عشان كله يطلع طول واحد. يعني سهل جدا. وعايزه اقولك حطيه على عين عاليه بقى، نار عاليه، عشان يبتدي يعوم معاكي من فوق. ما تستخدميش اي معلقه خالص. اخرك ان انت تحركي الصينيه زي ما انا بحركها كده، او حتى ما تحركهاش. اهم حاجه ما تجيش جنبه باي معلقه خالص.
يعني حذاري، المعلقه هتعجن لك الدنيا وهتبوظ لك بلح الشام. سيبيه، هو هيبتدي يقلب في نفسه ويرتفع على وش الزيت ويعوم كده ويبتدي يتحرك. انت بس ممكن تساعديه من وقت للتاني كل 4 دقايق 3 دقايق بانك تحركي الصينيه شويه زي ما انا حركتها كده قدامك، على نار عاليه زي ما قلت. عشان لو نار واطيه او النار هاديه هيشرب زيت، مش هيعوم على وش الزيت، ومش هيطلع احلى حاجه، وهتقولي يا خساره الوصفه. طيب هنسيبه زي ما قلت على نار عاليه. شايفه انا بقرب لك خالص، الزيت بيغلي. سيبيه براحته، لما يبتدي ياخد لون صفر ابتدي بقى دخلي المعلقه بتاعتك وحركيه من وقت للتاني. ولكن في الوقت ده خلينا بعيد تماما عنه، ما نلمسوش لا بشوكه ولا بمعلقه ولا بمعلقه سيليكون ولا بمعلقه معدن ولا اي حاجه. انا سايبالك طبعا المراحل اكتمال القمر تتفرجي عليه. مش راضيه اقص من الفيديو كتير، عايزه اوريكي وتشوفي طريقه تحمير بلح الشام. زي ما انت شايفه كده سايباه خالص وسايباه قدامك، تشوفيه من غير اي يعني قص كتير او مونتاج كتير لفتره التحمير، عشان تشوفي مراحل اكتماله، وانه بياخد وقت شويه في التحمير، لكن النتيجه في الاخر هتعجبك. نتيجه مبهره وطعمها يجنن. السميد والنشا لهم تأثير السحر في بلح الشام، ما تستغنيش عنهم. بيساعدوا انه يفضل مقرمش لاخر حبايه، حتى لو كميه فضلت معاكي لتاني يوم بتفضل مقرمشه جدا وهشه جدا من جوه، مش معجنه خالص من جوه. عايزه اقولك ابتدي بقى حركيه. انا وريتك ان انا ابتديت احط المعلقه فيه لما خد اللون ده بدا يدخل في التحمير، لا فتح معانا ولا نفش نفشه بقى وبقى شكله عجيب في الزيت. خد الحجم بتاعه اللي بتجيبيه من بره، فضل شكله محتفظ بنفسه. البلبله او القمع اللي استخدمناه ممتاز جدا. تقدري تجيبيه من محلات الادوات المنزليه، بتقولي له انا عايزه القمع بتاع بلح الشام، او ممكن تاخدي سكرين شوت للبلبله اللي انا وريتها لك وتروحي تشتريها وتقولي له عايزه القمع ده وتشتغلي عليه. طيب بالنسبه لعجينه بلح الشام، الاحسن لها ان انت تقطعيها في الكياس القماش اللي انا وريتها لك. الكيس السيليكون مش احلى حاجه، الكيس الحلواني برضو مش احلى حاجه في الضغط عليه، هو لانه عجينه تقيله، فافضل حاجه الكيس القماش. اول ما يبتدي يدخل في اللون ابتدي كل شويه قلبي. عايزه اقولك ما تحمريش لدرجه انه يبقى لونه حمر. لونه حمر ده يعني ممكن تشمي فيه ريحه البيض بعد ما يبرد. بلس انه بيبقى مش احلى حاجه، وبيبقى محجر في الاكل، يعني بيبقى ناشف قوي، فمش الطف حاجه في الدنيا. مجرد ما يبقى يعني دهب، لون الدهب كده، يعني عيار 21، شيليه. بيبقى طعمه مقرمش، طعمه حلو جدا. هنطلعه على مصفى، نصفيه من الزيت، وهو لسه سخن هننزله على السيرم بتاعه البارد او الشربات البارد او ايا كان بتسموه ايه. المهم يكون العسل اللي هنحطه فيه او الشربات يكون تقيل، وزي ما قلت لك هسيبهولك في صندوق الوصف. شايفين القمر؟ على فكرة في مقطع وانا بقلبه في الشربات هيجيلك بصوته عشان تعرفي قد ايه مقرمش وقد ايه حلو. اصبري عليه كده عشان من جوه يكون هش ويكون مستوي. المهم تطلعيه زي ما قلت لك ذهبي. وخلاص انا كده بمجرد ما هبتدي اشيله في المصفى هقفل النار عشان ما يغمقش مني، وهشيله في المصفى وهيبقى احلى بلح شام جربتيه.
زي ما انت شايفة بقى هنزل بيه على الشربات البارد، وهقلب فيه واحدة واحدة كده، وبعدها هشيله برضو في مصفى، انزل منه العسل الزيادة، وابتدي احطه في طبق التقديم. طبعا ليكي مطلق الحرية، تقدميه مع جوز هند، تقدميه ساده بالعسل، تقدميه مع نوتيلا، او اي نوع مكسرات. انا بالنسبه لي بلح الشام يعني عسل واحيانا جوز هند كده، من باب يعني ايه انه انا اخلي شكله حلو وامور كده، بما ان العين بتاكل قبل البق. لكن طعمه الصراحة يجنن، وعينك وقلبك وبقك وكل حاجة هتعجبك. ألف هنا وشفا على قلب اللي جربه، وألف هنا وشفا على لسه اللي هيجربوا. قولي لي رأيكم في التعليقات، هستناكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.